السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. كل سنة وانتم طيبين وطبعا مكملين في سلسلة مخبوزات العيد. لو انتي بتعاني ان الغريبة بتبصم معاكي وبتسيح في الفرن، النهاردة هقولك السر بتاع الغريبة الناجحة اللي بتطلع ناعمة وبتحتفظ بالشكل بتاعها زي المحلات بالظبط، من غير ما تبصم ولا تسيح معاكي في الفرن. ولو عايزة الغريبة تطلع معاكي حلوة بالشكل ده زي ما هي موجودة في الفيديو، تابعي معايا الفيديو للنهاية علشان تشوفي كل الخطوات اللي تطلع معاكي الغريبة ناجحة. وطبعا ما ننساش نشترك في القناة علشان توصلك كل الوصفات الجديدة. ويلا بينا نبدأ على بركة الرحمن ونقول بسم الله. عندي هنا كوبايتين من السمنة، عندي كوباية من السمن العادي وكوباية من السمن البلدي. تمام. بادخّلهم التلاجة لازم يجمدوا تمامًا معايا زي ما أنتم شايفين، وده سر نجاح الغريبة، يعني لازم السمنة تكون متجمدة علشان خاطر لمّا تيجي تدخل الفرن عقبال ما تسيح كده معانا في الفرن تكون الغريبة تماسكت في الفرن كويس. من الخطوات المهمة للبيتي فور والغريبة إن السمنة تكون متجمدة. لو تلاحظوا كده تلاقوا إن هي السمنة مش متجمدة بالكامل، فأنا هنا أرجعها للتلاجة من تاني علشان خاطر تتمسك كويس، وده من أهم الخطوات اللي بتنجح معانا الغريبة علشان ما تبصمش. شايفين هي اتجمدت كده بالكامل وده الخطوة المهمة اللي إحنا عايزينها. دلوقتي هابتدي أفتتها بالمعلقة قبل ما أشتغل بالمضرب. خدوا بالكم من الخطوة دي يا جماعة، ما تشتغلوش بالمضرب وهي متجمدة بالشكل ده علشان ما تكسرش معاكم المضرب. هنبتدي أفتتها كده بس لمجرد إن هي تسهّل معايا الضرب بتاع المضرب، علشان خاطر طبعًا المضرب ما يتكسرش معانا بسبب صلابة السمنة. هابتدي هنا بقى أضرب بالمضرب الأول السمنة كويس، وبعد كده هابتدي أنزل عليها بالسكر، وطبعًا يُفضّل يكون السكر ناعم جدًا علشان تطلع الغريبة حلوة مش بتخرّز معانا. في المرحلة دي هابتدي أشتغل كويس وأضرب لغاية السمنة زي ما أنتم شايفين ما تبقى كريمي كده، علشان خاطر أبتدي أنزل بالسكر. طبعًا ال الغريبة ما فيهاش أي افتكاسات يا جماعة، في ناس بتضيف لها بيض، في ناس، لكن الخطوة الغريبة الأصلية ما فيهاش غير 3 مكونات بس، وهي السمن والسكر والدقيق، ما فيش ولا أي حاجة تاني. عندي هنا بقى كوباية من السكر، يبقى كده هنا كوبايتين السمن عليهم كوباية من السكر البودرة، ولازم يكون مطحون وناعم حلو جدًا، علشان ما يكونش فيه أي حبيبات، وتطلع معايا الغريبة ناعمة ودايبة كده، وفي نفس الوقت كمان مش بتبصم ولا بتسيح في الفرن. ابتدي بقى أقلب كده على المضرب وهو مقفول علشان السكر ما يتطيرش معايا. بعد كده ابتدي أشغل لغاية بقى ما نضرب في الغريبة. والمرحلة المهمة جدًا اضربي كويس جدًا السمن والسكر علشان يديكِ فوم وتطلع الغريبة هشة وناعمة ودايبة جدًا. زي ما قُلت الغريبة هي 3 مكونات بس، ما فيهاش أي حاجة، يعني لا هنضيف لها بيض ولا هنضيف لها لبن ولا هنضيف لها أي حاجة. الغريبة الأصلية هي سمن وسكر بس والدقيق. فزي ما أنتم شايفين ده القوام الحلو، وأول ما يعمل معاكِ المنقار بالشكل ده يبقى إحنا كده تمام ونوقّف ضرب. هابتدي بقى أنزل بالدقيق، والدقيق هنا يعني أنا بالنسبة لي هو مش مش مقدار معيّن، ولكن حسب ما بتشوفي العجينة بإيدِك مش بتلزق. بس طبعًا نوع الدقيق بيختلف من شخص للتاني، يعني هي أنواع، فيُفضّل لو أنتِ تشتري الدقيق المتعدد الاستخدام علشان تقدري تستفيدي. أنا هنا استخدمت 5 كوبايات ونُص، أنتِ ممكن تستخدمي 5 كوبايات بس، وممكن تستخدمي كمان 6. فده هنا إحنا بنشوف العجينة هتبقى شكلها إزاي، وبناءً عليه أنا هاشوف بقى هي محتاجة دقيق والّا لأ. فالنصيحة اللي أنا باقولها لِك إن أنتِ خدي الدقيق بالتدريج، ما تنزليش مرّة واحدة علشان ممكن تنشف معاكِ، فأنتِ تحتاجي إن أنتِ تضيفي لها سمنة من تاني أو العكس. فإحنا ننزل الخطوات دي ننزل بالدقيق بالتدريج. وطبعًا النواعم عامةً يا جماعة ما فيهاش أي إحنا بس بنلم العجينة كده لمجرد إن إحنا بس بندخّل الدقيق. فننزل بالدقيق تدريجيًا لغاية ما أمسك عجينة مش بتلزق في إيدي ومش يعني مش بتلزق، وفي نفس الوقت متماسكة، وأقدر أشكّلها شكل الغريبة، ما تشقّقش معايا ولا تبقى بتسيح. قلّبي زي ما أنتِ شايفة كده، زي ما أنتم شايفين أنا بانزل بالتدريج علشان خاطر آخُد عجينة مضبوطة، ما تكونش ناشفة وما تكونش كمان طرية بزيادة فتسيح معانا في الفرن. الحاجات اللي بتخلّي الغريبة تسيح
إما يكون نسبة الدهن عالية أكتر من نسبة الحاجات الجافة، يعني عندِك نسبة السمنة أكتر من الدقيق، فبالتالي هتسيح معاكِ في الفرن. وكمان إن السمنة ما تكونش متجمدة، فأول ما بتدخل الفرن هي السمنة أصلًا سايحة، وأول ما بتدخل على حرارة الفرن فبتفُك. لكن لمّا بتكون السمنة متجمدة جدًا، على بال ما السمنة تبتدي تسيح، فهتلاقي الغريبة السمنة والسكر والدقيق تماسكوا في بعض، فخلاص كده هي مش هتسيح معاكِ. فزي ما أنتم شايفين كده أنا بالنسبة لي هنا العجينة كانت محتاجة شوية دقيق، فأنا الأول باكوّرها وأشوفها، هي لو بتلزق في إيدِك يبقى كده لأ، هي محتاجة دقيق، لكن أنا هنا حسيتها محتاجة معلقة من الدقيق فضِفت لها. الفيديو طويل شوية بس والله فيه خطوات كتير لازم تستفادي بيها، والحاجات دي إحنا كلنا بنُقع فيها. أنا ممكن أختصر لِك الفيديو في دقيقتين، ولكن أنتِ علشان تستفادي بكل الخطوات اللي موجودة فيها. فأنا هنا غسلت إيدي علشان أتأكد من العجينة، فأنا كوّرتها في إيدي كده، فهي ما شقّقتش وفي نفس الوقت متماسكة، فكده أنا العجينة تمام معايا، شايفين أنا باكوّرها كده وباضغطها بصباعي، فمش يعني مش بتشقّق من حواليها، فيبقى كده العجينة تمام وخلاص ناجحة. فهنا المرحلة دي أنا هادخّل العجينة التلاجة، هاغطّيها كده بكيس، وبعد كده هادخّلها التلاجة يعني حوالي نُص ساعة مش أكتر، تمام، علشان تتمسك كويس. الخطوات دي يا جماعة والله مهمة جدًا عشان تدّيكِ غريبة ناجحة. بعد النُص ساعة هنا أنا هابتدي أشكِّل بقى الغريبة. تزيين الغريبة ده يرجع لِك أنتِ، عايزة تشكّليها سادة تمامًا براحتك، عايزة تحطّي لها مكسّرات، عايزة تحطّي لها الخرز، عايزة تحطّي لها أي حاجة ممكن تاخدي عجينة منها وتضيفي لها شوية من الكاكاو وتبتدي تزيّني بيها، ده اختياري ليكِ. فهنا أنا استخدمت مكسّرات للتزيين، أنتِ تقدري تستخدمي أي حاجة. أنا طبعًا باعمل اختبار الأول للغريبة، بادخّلها الفرن واشوفها، شايفين؟ دخّلتها الفرن وخرجت بنفس الشكل، ما فيش ولا أي حاجة، يعني ولا ساحت في الفرن ولا شقّقت ولا أي حاجة، فده خلاص كده أنا هابتدي أعتمد العجينة وابتدي أشكِّل بقية العجينة كلّها. الغريبة طبعًا يُفضّل إن إحنا بنسيبها ليلة كاملة، ما بنلمّهاش من بالليل، يعني سيبيها ليلة كاملة علشان خاطر تكون تماسكت وبردت تمامًا علشان تقدري تشيليها بكل سهولة. يعني مش بمجرد ما بتخرج من الفرن أنتِ بتلمي الغريبة وتشيليها في علبة، لأ، سيبيها تبات ليلة كاملة في الصواني بتاعتها، وتاني يوم شيليها وحطيها في أي علبة أنتِ عايزة تشيليها فيها. طبعًا الفرن بتكون متسخّنة حلو جدًا، وبعد كده باخلّيها على درجة حرارة 180 على الرف الأوسط من الشبكة، يعني أهم حاجة إن الفرن نكون مسخّنينها حلو جدًا علشان خاطر أول ما أدخّلها الفرن ما تاخدش وقت علشان تسخن، لأ إحنا بنكون مسخّنينها كويس الأول. فشايفين الشكل تبارك الرحمن، بجد حاجة فاخر كده من الآخر، يعني كإنِّك أنتِ مشترياها من أفخم المحلات، وهي حاجة بمكونات سهلة وموجودة في كل بيت، هتطلع معاكِ غريبة ناجحة جدًا، جدًا. فطبعًا إحنا الفرن زي ما قُلنا بتكون النار بتاعتها متوسطة مايلة للهادية، تمام. وده طبعًا بعد ما خرجتها من الفرن وده تاني يوم بعد ما بردت تمامًا، هتمسكي الغريبة مش بتبصّم وناعمة وثابتة في مكانها وشكلها وما شاء الله، بجد شكلها يفتح النفس ويشهي. فاعتمدوا التجربة دي، أنا حرفيًا مُعتمدة الطريقة دي ليّا سنين ومش باغيّرها ومش باحاول أفتكس فيها، بامشي عليها بنفس النمط وبتطلع معانا بالجمال والروعة دي. وطبعًا الغريبة مش بتاخد لون من فوق تمامًا، هي بس يا دوب بتتماسك من تحت وبتاخد لون دهبي حلو من تحت. طبعًا غير النواعم التانية، يعني هي بس مجرد إن هي بتتمسك وتاخد لون خفيف من تحت. طيب بقى لو أنتِ وصلتِ معايا لنهاية الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلِك كل الوصفات الجديدة، واسيبكم في رعاية الرحمن والسلام عليكم.